من المتوقع أن تنخفض أسعار الغازوال في المغرب بشكل طفيف ابتداء من الأول من نوفمبر، حيث سيخصم حوالي 20 سنتيماً من سعر اللتر، بينما ستظل أسعار البنزين مستقرة. تأتي هذه التخفيضات كجزء من سلسلة انخفاضات طفيفة منذ أغسطس تراوحت بين 20 و70 سنتيماً، وقد أثرت إيجاباً على السوق. في أكتوبر بيعت أسعار الغازوال بين 11.40 و11.50 درهماً لتر، والبنزين بين 13.40 و13.50 درهماً. صرح أرباب المحطات بأن نسبة انخفاض الغازوال الحالية أقل من السابق، حيث كانت التخفيضات تتراوح سابقاً بين 30 و40 سنتيماً، وأوضحوا أن الشركات الموزعة تحدد نسب التغير في الأسعار بناءً على معطيات السوق الدولية، حيث يتم استيراد المواد المكررة بدلاً من الخام. من جانبه أشار الحسين اليماني منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية إلى أن الأسعار لا تزال أعلى مما يجب، موضحاً أنه وفق التركيبة الحسابية القديمة كان يجب أن يباع الغازوال ب9 90.9 درهم، والبنزين ب11 درهماً و115.15 درهماً.